السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم. النهارده بقى نعمل عصاير. جبت التمر، حطيته هنا في الحله واحط عليه سكر وهغليه. انا كده بعمله مركز، ما بعملوش بعد كده بزوده انا لما اعوز، يعني بطلع الكيس وازوده. هسيبه يغلي بقى كده، احط السكر معاه عشان يدوب. وبرده معايا الكركديه، برضو الكركديه هحط له سكر برضو، بس هزود السكر شويه واسيبه يغلي. وبسيبهم بقى لحد ما يغلوا كده واسيبهم يبردوا، وبعد كده هوريكم نعمل ايه. هنجيب سكر تاني ونزوده لان ده مركز. نحط كتير اهو، نحطه في الكيس وازود في ايه، في الشفشق زي ما انا عايزه. ماشي، اوريهولكوا بقى لما اجي اصفيه. ادي التمر هندي غلي اهو خالص، سيبته لحد ما استوى خالص. هطفي عليه بقى وطفيت على الكركديه، وهسيبهم بقى لحد ما يبردوا خالص، وبعد كده اصفيهم وهوريهولكم هنعمل فيهم ايه. ادي التمر اهو صفيته خالص، طلع ده. ادي اللي طلع اهو ده، وهصبه بقى في ازازه، في اكياس زي ما عندك بقى. صبي، صفيته خالص خالص كده، عصرته خالص بايدي لحد ما صفك ده. هنشوف الكركديه برضه. ادي الكركديه اهي، صفيته برضه زي ما وريتكم التمر هندي، وحطيته في اكياس. الكيس فيه مجين، المجين دول هحط عليهم 4 كوبايات ميه، يعني كل مج يتحط عليه كوبايتين. فانا عارفه ان ده مجين، هحط عليه 4 كوبايات كل كيس من دول، لان ده مركز زي ما قلت لكم. وده بقى التمر هندي برضو، هاخد منه بالكوبايه كده وازود نفس القيمه. يلا بقى اعملوه، احلى عصاير لرمضان. تمر هندي وكركديه، جميله وتروي كده بعد الصيام. بالهنا والشفا، واشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد. يا جماعه انا بعمل فيديوهات صغيره عشان تشوفوا الفيديو اقل من دقيقتين، ما كملتوش دقيقه في الفيديو اللي فات. حرام كده. كل سنه وانتم طيبين. يلا، سلام عليكم.